السلام عليكم، فيديو جديد. هذه معقودة بطريقة بسيطة، المعقودة ديال البطاطيس، المعقودة اللي كيعشقها الكبير والصغير. المعقودة بطريقة بسيطة وسهلة، معقودة بجميع التفاصيل والأسرار ديالها باش تنجح ليك من الدقة الأولى إلى صيبتيها، وكوني على يقين بأنه كيما تصيبيها تصدق ليك وغتعجب وليداتك ومالين دارك. ومرحبا، ألف مرحبا بكم كاملين. هذه الطريقة بسيطة جدا إن شاء الله، نتمنى تعجبكم. ولا أول مرة كيشوف القناة تقول لي مرحبا بك. رفع الجرس باش دائما يوصلك الجديد، خصوصا إن شاء الله بحول الله راه جاي الوصفات بطريقة بسيطة ووصفات رائعين. دابا ندوزو للمقادير بحول الله. أنا عندي كيلو ديال البطاطس، أي نوع ديال البطاطا، يا حمراء يا صفراء يا بيضاء، المهم البطاطا وصافي، راح كل في الآخر كلشي تيبقى بحال بحال. هنا كنغسلها مزيان مزيان، ضروري تغسل البطاطا مزيان جيدا. عاد كنوضع طنجرة في الماء، فيها الماء، وهاد الطنجرة هذه خاصة كنسلق فيها البربة وكنسلق فيها البطاطس. كنوضع فيها البطاطا ديالي حتى تسلقات لمدة ساعة الا ربع، وهي كتسلق حتى وجدات نية الحمد لله. انتي كتسلق البطاطا وانتي كديري حاجة اخرى دغيا دغيا كتوجد ما شاء الله. هنا البطاطا ديالي صافي هي وجدات، يعني صافي غادي نبدا نقشر فيها. ها نتوما كما كتشاهدوا راه سخونه سخونه، باقي فيها سخونه بزاف. ها نتوما راه باقي فيها الدخان، راه كيبان لكم كلشي كيبان. هنا صافي من بعد ما قشرتها كلها حطيتها هكا في شي حاجه مجموعه، لان يا بانيو عندك يا اللي كان عندك شي باسينه كبيره، المهم وكتمعسيها كلها بهذه الطريقه. البطاطا اللي عندك بحال اللي كتشاهدي، وخصك تمعسيها ما حدا سخونه، ما تخليهاش تبرد، حيت الا خليتيها بردات ما غاديش نهائيا تحلك. هنا صافي يعني وجدتها كلها هي هذه. وهنا غندير التوابل اللي هو عندي القزبور يابس مطحون، عندي الملحه، عندي الثومه بودر، عندي البزار، عندي التحميره، عندي السودانيه، وعندي الخرقوم والتحميره من طبيعه الحال، يعني بابريكا. هنا كنخلط كل شيء، تنحط كل شيء دقه واحده. غنزيد فوق منهم الثوم، ومن طبيعه الحال الربيع اللي هو قزبر ومعدنوس. طريقه بسيطه سهله وكتعرفي اصلا اش كتاكلي. هانتوما هنا غادي نخلط بيدي، لان ما كاين ما احسن من التخلط باليدين، لان اليدين هي اللي غادي تخلي لك كلشي مندمج مع بعضياته بحال اللي كتشاهدوا حاليا. كنخلط جيدا وسخونه، صدقوني راه سخونه بحالاش وشاعله فيها العافيه، ورغم ذلك خصني نخلطها باش ما تقلش لي تتبرد. هنا صافي الحمد لله هاني وجدتها. هنا كندير كويرات على حسب القياس اللي محتاجين، بحال اللي كتشاهدوا هكا. كندير فيهم نفس العدد، وكنحاول ما امكن نبسطهم شويه من الوسط، ما يكونوش غلاضين من الوسط، حيت الا خليتيها غليظه تقدر ما طيبش لك مازال مزيان، لان باقي طبعهم القلي. راه كتعرفوا بلي هذه المعقوده كنقليوها. وحاجه واحده اخرى هو انه ما كتشربش لينا الزيت بصفه نهائيه، نهائيا ما كتشربش لينا الزيت هاد الطريقه هكا. هنا كملت العدد ديالي كله اللي عندي، هذا هو كيلو ديال البطاطا ديالي كله كما كتشاهدوا. هانتوما الكميه اللي خرجت. دابا غندوزو ان شاء الله للعجين اللي غيرافق هاد البطاطس. هنا عندي كاس ديال الدقيق، يعني كاس ديال العنبه ديال الدقيق. عندي هنا معلقه كبيره ديال خميره العجين، خميره الخبز. هنا عندي شويه الملح، وعندي الخرقوم يعني كركم بهذا الشكل اللي كتشاهدوا. وعندي في نفس الوقت غبره ديال الثومه، هذه كتبقى اختياريه، ولكن انا هرست بها داك الجهد وكتعطي ديك الريحه زوينه ديال الثومه في داك الدقيق. هنا غنخلط شويه ومن بعد غنخلط بالماء. صدقوني جا الخليط هو هذاك كاس ديال الدقيق بكاس ديال الماء، جاني هو هذاك. ومن طبيعه الحال دابا نتوما غتشوفوا بانه غيبان لكم بانه ثقيل،
هو خص ضروري يكون ثقيل، ما تخليوهش جاري. الا خليتوه جاري ما تقدروش تهزوه وتندوه للمقله، يعني غيوسخ لكم الدنيا كلشي، عاد توصلوا لهذا المقله ديالكم باش تقليوه. هنا كنحرك جيدا باش كلشي يندمج مع بعضياته، وداك الدقيق حتى هو يتحيدوا منه داك الكريات ديالو. من بعد ما كنخلطوا مزيان مزيان كنحطو على جنب، نغطيه باش يرتاح شويه على الاقل واحد 10 دقائق بحال انه يختمر. عاد كنرجع ليه ان شاء الله من بعد مع البطاطس ديالي. انا الخليط ديالي صافي وجدته، نخليه دابا يختمر. نتوما كاس د الماء كاس ديال الدقيق. هنا رجعت عند البطاطا من بعد ما خمرت لي العجينه ديالي، الخليط اللي صيبت، درت الزيت في المقله والخليط ديالي هو هذا. هانتوما كتشوفوه، شفتوا كي تيكون هو بوحدو. ملي كيطلق داك الخيط ديالو، هنا كنهز البطاطا كنحطها هي خصكم تعاملوا معها بشويه باش ما تهرسش لكم. بشويه تهزوا العجين من الجناب وتحطوه فوق منها، ومن طبيعه الحال تبقاو تمسحوا الفائض ديال العجين اللي كاين عندكم بحال هكا اللي كتشاهدوا. كتمسحوا داك الفائض ديال العجين من الداخل من تحت الفرشيط، صافي كتوضعوها في المقيله ديالكم. هنا بدلت لهم البلاصه. نتوما الطريقه قلت لكم بسيطه وسهله، ولكن راه هي اصلا زوينه، وفي نفس الوقت تعرفي اشنو كتاكلين انت لوليداتك. والطريقه بسيطه وسهله وعمليه، ما نكذبوش على الله. خرجت بنينه، خرجت زوينه، وكلشي اللي في الدار باغيها. ايوا هادشي هذه هي الوصفه ديال هاد النهار. المهم غنكمل معكم الوصفه ديالتي بهكا، غنمشي معها بهاد الطريقه كلها الاخوات حتى تنكمل الخلط اللي عندي. هانتوما بحال هكا بشويه غير تعاملوا معها غير بشويه، لان باش ما تهرسش لكم، وتهزوا الخليط ديالكم من الفوق وتوضعوه فوق من البطاطس ديالكم باش كلها تغطى. هانتوما راه غنشارك معكم البطاطا ديالي في المقله كيفاش دايره، نشارك معكم كل شيء. المهم ها هي الطريقه سهله وبسيطه. انا ما قطعتش معكم لا فيديو، خليتها باش تشوفوا كل شيء بالطريقه كيفاش درت ليه من الاول حتى الاخر. واللي وصل معايا حتى لهنا تنقول ليه مرحبا بك في قناتي اللي هي قناتك، وما تنساش تفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ان شاء الله. انا اخواتي انا غنشارك معكم معقوده في المقله. ها هي شفتوها كي تتجي وما كتشربش الزيت. كنعاود نقولها لكم، الزيت ما كتشربهاش، واخا تقدري تعبريها بالكيسان وتحطيها تقلي فيها وعبريها عاود ملي تسالي ما كتشربش الزيت، كتبقى هي. شوفوا اللون، شوفوا اللون البنات تبارك الله، وصلاني به اللون رائع. شوفوا اللون، لون جا غزال وزوين، داك اللون نيت اللي محتاجينه. هو الخليط جا هو هذاك مع المعقوده. هنا غنرفق مع واحد لاصوص طوماط. هنا عندي واحد شي مطيشه، المهم على حسب كل واحد هو. كنقطعهم مرصوات، ما كنحيد لا زريعه ما كنحيد لا قشره، كنجمعهم بهذه الطريقه هكا حتى تنقطعهم كاملين. كلشي ديك المطيشه ديالتي تقريبا شي نص كيلو هذيك تقريبا اللي درت. ولكن هاد لاصوص كتبقى ليا، ماشي زعما كنستعملها في نهارها، لا كتبقى ليا كنستعملها لمده اسبوع تقريبا كلها. وحتى هي كتجي زوينه بحال اللي كيحطوا لينا في المطاعم الكبرى ملي كنمشيو ناكلوا الدجاج عندهم كيحطوا لنا ديك لاصوص. هنا ما كنديروا لها قطره ديال الماء، قطره ديال الماء ما كنديروهاش. هنا وضعتها فوق النار صافي. هانتوما شفتوا وريت لكم بانه ما كاينش الماء، وهي كتطلق الماء ديالها بوحدها صافي. مره كنحرك فيها وكن نحرك دوك المطيشه. هنا صافي وجدات صافي. هنا صافي جبت هذا الطحان كنطحنها مزيان حتى تتولي هانتوما بحال اللي كتشاهدوا. دابا غنجي نصفيها
ان شاء الله خصها ضروري تصفى مزيان باش كتبقى لينا ديك الجلده ديالها وديك القشور ديال هذا القشور والزرعه كلهم كيبقاو في الصفايه، ما كيهبط والو. داك القشره علاش خليناها غير باش تعطينا اللون. وشوفوا اللون عطاتنا، شفتوا اللون كي داير، شفتوا لاصوص كي دايره. انا غادي نعاود نرجعها في الداخل ديال الطنجره باش ندير لها التوابل ديالها، اللي هي حتى هي التوابل بحال اللي درت تقريبا في الوصفه ديال البطاطس، يعني حيت كل شيء خصو يجي في نفس لوغو. هنا درت شويه ديال التحميره يعني بابريكا، هنا درت شويه ديال الكمون، هنا مازال انا كثرت، نتوما نقصوا على داك العدد اللي درت. هنا درت شويه ديال الملحه، درت شويه ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال الخل، درت شويه ديال الطماطم المعجونه يعني غير شويه ماشي بزاف، درت الربيع اللي هو قزبر ومعدنوس. الوصفه سهله ونديرها فوق النار لمده 5 دقائق ونحيدها صافي هي موجوده. هنا صافي غادي نجي نقول بسم الله وغنبدا في التزيين. كنحط البطاطس ديالي بالطريقه اللي بغيتوها نتوما. انا حطيتها على هذا الشكل هذا. طريقه قلت لكم سهله وبسيطه ونتمنى تعجبكم. هذا هو الطبق ديال هذا النهار اللي هي المعقوده مع لاصوص اللي تقدري ترفقيها مع اي حاجه. ديك لاصوص ترفقي معها اي حاجه بغيتيها انت جات على خاطرك ممكن تستعمليها، يعني ممكن تستعمليها ترفقيها مع الحوت يعني السمك، ممكن المهم اي حاجه وصافي. هنا انا درت لها التزيين البسيط بالطريقه هكا وكيبقى الاختيار ديالك انتي. المهم هذه هي الوصفه ديالي ديال هذا النهار اللي بسيطه وسهله ولكن كتجي اكثر من رائعه، خصوصا غير الا مشيتي تولفتيها لوليداتك. كوني على يقين بلي انه دائما يقول لك ماما ديري لينا المعقوده بطريقه بسيطه ومكونات كلهم عندك في دارك، يعني حتى حاجه ما نخرجوش نشريوها من ديور من برا، يعني كل شيء عندنا في الدار، يعني كل شيء عندنا في البيت. سيداتي كنتمنى ترفعي الجرس باش دائما يوصلك الجديد، ونقول لك الف مرحبا ان شاء الله بحول الله. ارفعي الجرس باش دائما يوصلك الجديد، وما تنسايش الاشتراك والبارطاج اذا كان ممكن مع العائله اذا كانت قناتي كتستحق. والف مرحبا وشكرا، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.